السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين الاخبار؟ معاكم عمرو شويل. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن كومنت جالي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بيسألني بيقول لي لو انا عايز افتح شركة شحن في مصر او بره مصر، يا ترى ايه الخطوات وايه الحاجات اللي محتاج اعملها عشان خاطر اعرف افتح شركة شحن. زي ما اتكلمنا قبل كده على موضوع شركات الشحن، احنا قلنا شركة الشحن هي عبارة عن وسيط له خبرة كبيرة جدا في الشحن، يعرف اجراءات التخليص، يعرف اجراءات النقل، يعرف اجراءات الشحن البحري والجوي. فطبعا مش هنتكلم على انك المفروض يكون عندك خبرة وتكون فاهم في الشغل ده وعارف الدنيا ازاي، او تكون راجل معاك راس مال قوي تعرف تعين حد او تجيب حد يكون شريك ليك بالجزء المجهود اللي هو عنده خبرة في مجال الشحن. فمبدئيا تعالى نتكلم على انك اكيد عندك خبرة في الشحن، فانت عايز تفتح شركة خاصة بيك وتعين فيها موظفين وتبدأ الشغل بتاعك. هنتكلم في البيزكس بتاعت اي شركة شحن موجودة على مستوى العالم لو هي شركة لسه عايز تبدأها وتبدأ في شغل الشحن. رقم واحد، انك محتاج تكون عندك حاجة او صيغة قانونية في اي بلد تفتح فيها شركة شحن. يعني دلوقتي انا راجل صاحب شركة شحن، فانا المفروض يكون معايا سجل تجاري وبطاقة ضريبية، واظن الموضوع ده ينطبق على اي مكان واي دولة. بتحتاج الحاجتين، السجل التجاري عشان خاطر تعرف تزاول المهنة بطريقة قانونية، والبطاقة الضريبية عشان خاطر تعرف تنفذ اجراءاتك الضريبية وما يحصلكش مشاكل خلال الفترة دي. وبعد كده هنتكلم عن الاوراق الرسميه اللي محتاجها انك تكون معاك. مثلا في مصر محتاج تكون معاك حاجه اسمها منشور اجراءات. منشور اجراءات انك تعرف تطلع بوالص هاوس بيل اوف ليدنج. ولو ما اتفرجتش على الفيديو بتاع البوالص هاوس بيل اوف ليدنج والفرق بينها وبين الماستر بيل اوف ليدنج، يا ريت تشوف الفيديوهات اللي نزلتها قبل كده، وممكن تلاقيها موجوده فوق بالفيديو بتاع الفرق ما بين البوالص الهاوس بيل اوف ليدنج والماستر بيل اوف ليدنج، وليه الناس بتختار ما بين البوالص دي. رقم 2 وهو السيولة المالية. لازم يكون معاك سيولة مالية عشان خاطر تعرف تصرف بيها، سواء كان مرتبات للموظفين، سواء كانت فلوس هتدفعها للشحنات لحد ما العميل بتاعك يدفعها لك لفترة معينة، على الأقل 6 شهور لحد سنة. لأن أنت مش لازم تكون بتكسب خلال أول 3 شهور، لأن أنت اوريدي بتعين موظفين بياخدوا مرتبات على ما الناس تعرفك وعلى ما السيلز بتوعك يعرفوا يبيعوا الشحنات دي، وعلى ما تبدا تسمع في السوق لازم بتاخد فتره تتوقع فيها انك مش تكسب فيها رقم كبير. وطبعا في ناس بتتعامل بطريقه مختلفه خالص، ان هي بتقول لك انا هشتغل بعدد موظفين قليل جدا، وده مش غلط على عدد الشحنات اللي موجود اللي هو هيكون قليل جدا. لو انت مش مظبط ديلز معينه، مش مظبط شغل معين انك تعرف تشتغل بيزد عليه اول ما تبدا شغل، او عندك عملاء معينه. ودايما ما تتوقعش انك اول ما هتبدا هتلاقي العميل اللي قال لك ان شاء الله اول ما تفتح شركتك انا هشتغل معاك. بالعكس، تقريبا هو ده العميل الوحيد اللي ما بيشتغلش معاك، وهتلاقي عملاء تانية هي اللي بدات تشتغل وتعرف تقوم لك شغلك. عشان كده لازم تكون في سيوله ماليه تكفر الفتره اللي هتشتغل فيها دي. رقم 3 وهو يكون ليك مكاتب على مستوى العالم. مكاتب على مستوى العالم يعني يكون عندك مكتب موجود في ألمانيا، مكتب في فرنسا، مكتب في أمريكا، مكتب في الهند، مكتب في الصين، مكتب في أي حتة في العالم تعرف تكون ليك علاقات بيها، علاقاتك تكون كويسة بالناس دي. أو تدور على بديل تاني خالص، بديل بس البديل ده ممكن يكون مكلف شوية. مكلف ازاي؟ عندك في حاجه اسمها النتورك اللي احنا اتكلمنا فيها في فيديو برضه قبل كده، ممكن تتابع الفيديوهات اللي انا كنت اتكلمت عنها. انك بتشترك في النتورك دي بتبقى عباره عن زي شركه تحتها اكتر من شركه موجوده على مستوى العالم. النتورك دي بتحمي حقوقك وبتديك واجبات لازم تعملها، في مقابل انك لما تيجي تدفع فلوس انت ضامن ان الايجنت اللي اشتغلت معاه ده هيرد لك فلوسك طول ما في اوفيشال اند دوكيومنتد ايميل. واللي احنا برضو اتكلمنا فيها لازم يكون ايميلاتك دوكيومنتد وكل حاجه ثرو ذا ايميل، عشان لو حصل اي نزاع ما بينك وما بين المكتب اللي موجود في دوله تانية خالص، في مصر الموضوع ممكن يكون سهل وتعرف تتعامل بيه. لكن النتورك دي بتوفر لك لو في اي حاجه بره مصر، لو حصل مشكله بينك وما بينه بتبقى عامله زي فض المنازعات كده. لو في اي خناقه ما بينك وما بينه، هما بيحلوا المشكله دي وبيقولوا له المفروض لا انت تدفع الفلوس او ده يدفع الفلوس لو في خلاف مالي. وده بالنسبه كبيره تبقى دايما الخلافات خلافات ماليه او تكون مشكله حصلت في الشغل. فالنتورك دي بتوفر لك حوالي 2000 او 3000 ايجنت على حسب قوه الدبليو سي اي او قوه النتورك دي. انا بفضل طبعا الدبليو سي اي كرقم واحد، وفي انواع كتيره جدا اسمها جي ال اي وجي سي ترانس، في مليون نوع باختلاف الاسعار وباختلاف الكوست بتاعتها، وطبعا انت بالعمله الصعبه. فطبعا محتاج تكون مشترك على الاقل في نتورك من النتوركس دي، عشان خاطر هم بيرموا عليك شغل وبيطلبوا منك شغل صادر، وانت بتطلب منهم اسعار برضو وشغل صادر من بلدهم. فبيتساعدهم، هم بيساعدوك، وبتبقى فرصه كويسه جدا انك تعرف تطور من البيزنس بتاعك. ودايما برضو تخليك تعرف تجيب كوتيشنز ويديك ايجنتس فرايتيز كتيره جدا.
ورقم 4 طبعا وهما الموظفين. طبعا لازم يكون عندك موظفين كويسين، عندك راجل اوبريشن، ممكن تعين اوبريشن واحد بس يشتغل في السي والايرو في اكتر من مكان، يعني ما يكونش عنده خبره في حته واحده بس، ودي تساعدك انك تعرف تعين فرد اوبريشن على كميه الشغل القليله، وبعد كده تبدا تعين موظف في التاني في التالت مع الفترات ومع فوليوم الشغل اللي بيخش لك. وطبعا الموظفين التانيين انك تحتاج طبعا محاسب يكون موجود يعمل لك موضوع المدفوعات والمصروفات والارباح اللي بتخش لك، ويكون عنده خبره حتى لو مش كبيره ان هو يبقى عارف يظبط لك الدنيا، تبقى انت عارف ايه اللي بيخش وايه اللي بيطلع. وطبعا محاسب قانوني تكون متعاقد معاه من بره، حد في الاي تي او شركه اي تي تعاقد معاه عشان خاطر يعرف يشتغل ويعرف لو في اي مشاكل في اللابتوبات او في النتورك او في الانترنت او لو انت عامل نفسك دومين. وطبعا عندنا طبعا حته الدومين دي مش هتكلم فيها، محتاج طبعا يكون عندك حد في الاي تي طبعا عشان خاطر يعمل لك موضوع الويب سايت، يعمل لك الايميلات، ينزل لك الاوتلوك، يجيب لك لابتوب تعرف تشتغل. طبعا اللابتوب هو احسن حاجه ممكن الناس تشتغل بيها دلوقتي بعيدا عن البي سيز او الكمبيوترز اللي موجوده في الفتره اللي فاتت دي. لا طبعا اللابتوب، لان احنا شغلنا كله ممكن يعتمد، لان اوروبا بتبقى اجازه يوم الاحد بس شغالين يوم الجمعه، فانت بدل ما هتنزل الشغل يوم الجمعه وتبقى انت زي مواعيدهم، لا لازم يكون يا اما موبايل محترم يعرف تشتغل عليه، وكمان ايميل تعرف تشتغل من اي حته عشان خاطر لو في شغل، لان شغلنا كله بيعتمد على انك تشتغل في اي وقت وفي اي مكان وعلى حسب الكيس وعلى حسب الشغل اللي موجود. وطبعا هنضيف لها يكون في موظف سيلز، لازم موظف او 2 أو 3، ودي اكتر حاجه محتاج تهتم بيها في الاول خالص. السيلز هو اللي هينزل وهيعرف الناس ان في شركه اسمها عمرو فور شيبنج مثلا، او اي اتش اس مثلا الشركه اللي انا شغال فيها، فلازم يكون في سيلز وتعين سيلز اقوياء يعرفوا يجيبوا الشغل، ولازم يكون عندهم الاجر ان هم يعرفوا الناس ويعرفوا السوق ان في شركه بقت اكزيستنج خلاص موجوده في السوق اسمها شركه عمرو مثلا، ان هي دلوقتي بتعمل 1 2 3 4 وبس كده. اهم حاجه انك تكون طبعا زي ما قلنا الخطوات تكون قانوني، فاوراقك تبقى جاهزه. رقم 2 انك تكون معاك سيوله ماليه عشان خاطر ما تقعش في النص، ما تقولش انا هكسب ان شاء الله خلال اول شهر، لا شحنات البحر والجو ممكن تاخد وقت طويل جدا عشان خاطر العميل يثق فيك ويرمي لك اول شغل وهو على ريسك ان هو خايف لا تبوظ له الدنيا فتعمل له الشغل كويس، فهكذا والدنيا تدور معاك والمكنه تدور تبقى احسن من الاول. ورقم 2 ورقم 3 زي ما قلنا ان احنا محتاجين يكون عندنا موظفين يشتغلوا ويظبطوا الدنيا، والنتورك يكون ليك مكاتب عشان انت تعرف تجيب اسعار وارد وانت موجود في مصر، من غير ما يكون عندك مكاتب كتير تعرف تقارن الاسعار ما بينهم ويعرفوا يدولك الفاليو اللي انت محتاجها عشان تقدمها انت كمان بالتبعيه للعميل. والعكس صحيح، ان هم لما يكون عندهم شغل هيخرج من مصر فبيبعت لك فانت بتجيب له اسعار، فبرضه بتزود الفوليوم بتاعك وبتزود كلامك وبتزود شغلك على الخطوط الملاحيه اللي بتشتغل معاها او شركات الطيران من مصر. وطبعا لازم تكون متسجل. اخر حاجه انا نسيت اذكرها وهي الشعبه، اي شركه او اي دولة فيها شعبة نقل بحري او مثلا او وزارة الطيران او الحاجات دي كلها لازم تكون متسجل فيهم، ما تزاولش مهنة غير اما تكون انت متسجل في المكان ده عشان خاطر تعرف تشتغل فيها بدون اي مشاكل وما تواجهش مشكلة في المستقبل. يا رب يكون الفيديو مفيد والناس كلها استفادت منه، ولو حد محتاج اي حاجه، وانا وعدتكم ان في كورسات كده هتتعمل برقم رمزي جدا هتبقى ان شاء الله على منصه اسمها خمسات، بس مستني بظبط مكونات الكورس ده، لان هي مش هيبقى كورس بمعنى الكلمه، بس انا مش هقدم حاجه مختلفه او حاجه كبيره جدا مختلفه عن اللي انا بقوله، لان اللي انا بقوله هنا هو اللي انا تقريبا هقوله هناك، بس الناحيه التانيه هتبقى فيها ديسكشن اكتر للي عايز يتكلم، للي عايز يسال سؤال وارد عليه في لحظتها، ما يستناش الفيديو ينزل السنه اللي بعدها او الفتره اللي بعدها او يستنى اسبوع او اسبوعين، لا يبقى عنده سؤال سبيسيفيك وعايز ردود سريعه، فبنحدد الميعاد وبنقعد مع بعض بمقابل مادي. تقريبا موقع خمسات ده بيتكلم في حوالي $5 للكورس نفسه، وانا مش هزود عن $5 مهما كان خد، يعني هيبقى ماكسيمم ساعه او ساعتين، فهيبقى زي ديسكشن تكون افضل لاي حد عايز يتكلم دايركت وناخد وندي في الوقت ده، لان انا هحاول اقتص جزء كبير قوي من وقتي عشان خاطر نقعد نتكلم مع بعض. فان شاء الله ده هيبقى على الموقع خمسات، اول ما هينزل هنزله لكم وهنعمل فيديو كامل نتكلم فيه على الجزئيه بتاعه الكورسات دي، وهنزل لينك على الفيسبوك. ممكن خلاص انا بقيت عندي بيج على الفيسبوك تقدروا تتفرجوا عليها وتشوفوها. بنزل نفس الفيديوهات اللي موجوده على يوتيوب هي اللي هتنزل على الفيسبوك، بس هتبقى على اليوتيوب الاول والفيسبوك رقم 2، وهنزل اللينك عشان خاطر اي حد عايز يخش يشوف. السلام عليكم ورحمه الله.